أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. طبعا النهاردة بنتكلم عن رفع الأثقال وعن نادي الحرية ببورسعيد، فيسعدنا أن يكون معنا نجم بورسعيد وحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال اللي كانت موجودة في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي. وطبعا ضيفنا النهارده من الناشئين اللي هيبقى ليهم مستقبل كبير جدا، وحصل على ميداليتين، ميداليه المجموع وميداليه المركز، وهو او الثقل يعني، وهو الكابتن الكبير كابتن عبد الرحمن معتز. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله فضل النعم. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 17. 17 سنه كام بقى؟ تانية ثانوي. في تانية ثانوي. طب هتعمل ايه بقى في المذاكره على الله. وانت بطل عالم دلوقتي؟ انا ما هنحاول نمسك من هنا ومن هنا. بتقعد تذاكر قد ايه وبتتمرن قد ايه؟ بحاول انظم على قد ما اقدر، يعني انا ممكن يكون مثلا ربع يومي في مذاكرة مثلا، وفي دروس وفي حاجات من دي، وبحاول انظم بقى التمرين مع النوم، نظام النوم ونظام الاكل عشان ما اكونش سايب حاجة يعني. بتنام الساعة كام كل يوم بقى وتصحى الساعة كام؟ ماليش مواعيد. اه ماليش مواعيد خالص. ده انت وانت في النادي. اه لكن لما تخش المنتخب بقى؟ لا، انا في المنتخب كنت بنام من الساعة 9:30 وبصحى الساعة 5:30 الفجر. امم بتتمرن كم مرة؟ بتمرن 4 ايام. الساعة كام بقى الصبح والساعة كام بعد الظهر؟ الساعة 9 الصبح والساعة 5. طب من 9 لكام بقى الصبح؟ 9 ل 11 أو ل10:30. يعني بتديها تمرين قوي، ولا بيبقى الصبح ده يبقى حديد ولا جيم لا، ولا حديد. لياقة؟ الساعة 5 ده بيبقى هو الجيم. جيم. وقاعدين بقى في المعسكر يعني انتظام. أكيد. طب افرض بقى، طب بتعمل ايه وانت في المعسكر ولو عندك مدرسة؟ يعني بحاول أنظم. أحاول أذاكر لو عرفت في وقت فاضي فيه، ماسك مثلا التليفون بتاعي، افتح جروبات، افتح اي حاجه. تذاكر. اذاكر، ما اسيبش اي حاجه يعني عشان ما اضيعش من هنا وما اضيعش من هنا. وبعدين ده مستقبل. وبعدين على فكره بطوله العالم ده انت داخل على ثانويه عامه. ايوه. ده فيها تفوق رياضي. كام درجه؟ مش عارف. ده درجات كتيره. بس ما تعتمدش عليها وتقول لك مش مذاكر. طيب ماشي. ناوي تخش ايه؟ انا يعني مش عارف. الله. يعني هل هندسه؟ هندسه، هل طب؟ هل يعني ناوي تخش هندسة ادبي ولا لأن علمي؟ انا دخلت علم الرياضه. ناوي تخش؟ بتمنى من ربنا يعني. طب ده صعبه دي هندسه دي، يعني ربنا كرمك. مفيش حاجه صعبه على ربنا. على اه الله. كلامك صح. لا وبعدين غير كده ان انت ما دام ملتزم في دراستك وملتزم في ضبط المواعيد، ما في دكاتره وفي مهندسين اصلا ابطال عالم. فهي الالتزام وانك تركز، اهم حاجه تركز. اكيد طبعا. ما هو ممكن تقعد تذاكر 3 ساعات وما تفتكرش منهم حاجه. ايوه. هتقعد بقى يا ماما انا بذاكر، وعمال تلعب البلاي ستيشن ولا تلعب اسم، عمال بتقلب الموبايل. لكن هي اهم حاجه ان الواحد يبقى مركز. طيب انت عرفت ان انت بدايتك كانت تنس، ازاي بقى من التنس دخلت على رفع الاثقال؟ انا لما رحت التنس طاولة انا الاول رايح تابع. كان في لاعب اسمه كابتن جابر، ده تبع كرة طايرة. هو كان ساكن معايا في الشارع. هو شافني في بورسعيد. فهو شافني، فعرض عليا ان انا اخش النادي. بس انا كنت لسه صغير ساعتها. نادي الحرية. كنت عندي 8 سنين او 9 سنين. فقعدت شوية، يعني كام سنة كده. بعد كده رحت الكابتن ده قابل بابايا وقال له على مكان النادي، وقال له اللعب اللي فيه، كام لعبة اللي فيه. ودخلت النادي، شفت الكرة الطايرة وشفت ولعبت التنس طاولة. وبعد كده ده آخر لعبة اللي أنا مستمر فيها لغاية دلوقتي، رفع أثقال. مين اللي وجهك بقى لرفع الأثقال؟
ده كان في ناس كتير قوي في النادي بيقولوا لي انت ما ينفعش تلعب تنس طاولة، انت مستقبلك رفع اثقال. امم. ده ناس دول يعني عينهم ثاقبه يعني. ايوه. اه، وفعلا دلوقتي تقول لهم ايه؟ انا بشكركم. اكيد طبعا. تقول لهم ايه الناس دول؟ انا بشكرهم جدا، بشكرهم جدا لان هم وجهوني الطريق الصحيح وهم كانوا معايا. طيب، دلوقتي انت بتلعب رفع اثقال وكنت قبلها بتلعب تنس طاوله. انت يعني كنت مستريح نفسيا مع مين او مع انهي لعبه الاول؟ فرقت معاك كشهره بقى؟ اكيد طبعا، هو انا اصلا بحب الالعاب الرياضيه اللي هي زي الحديد، البوكس، الحاجات اللي فيها عنف دي امم. انا بحبها، بميل ليها اكتر. لما دخلت التنس طاوله لقيتها لعبه لذيذه حلوه مسليه يعني، اه. بتسلي لي وقتي بعد الدروس وبعد المذاكره، نازل التمرين العب شويه بعد كده اروح تاني. امم. إيه، اول ما لقيت نفسي ان في فرصه ان انا العب رفع اثقال دخلت جربت. كانت كابتن رحاب وفا بتمرني. كنا لسه بقى في بداية التمرين بس يعني ايه، كملنا الحمد لله يعني. يعني في فرق بين انا بحب ايه وبين انا هبقى بطل في ايه. صح. ده اللي انت فيه دلوقتي. ايوه. كنت بتحب التنس وبقيت بطل في رفع الاثقال. اثقال. ادي الميداليه مع كابتن رحاب. قول لي بقى الميداليه دي ظروفها ايه والصوره دي والوزن اللي انت لعبت عليه ايه وثقلك كان كام؟ الوزن اللي أنا لعبت بيه ده كان 105. شلت 105. مم. امم. وانت داخل آه، على ثقل ايه؟ كنت داخل 59، انا كنت وزنك في وزني 59. 59. مم. فشلت كان 105. 59 اه. ما شاء الله. فدي حققت المركز الاول اه الحمد من لله. اول رفعه ولا من تاني رفعه ولا من تالت رفعه؟ لا، من اول رفعة بتاعي. من اول رفعه. اه. امم. يعني افتكر بطوله العالم اللي كانت موجوده في مصر دي ادت فرصه لناس كتيره ان هي تلعب اكيد. اه ودي كانت حاجه ميزه. دي كان حاجة ميزة جدا. وطبعا المدربين بقى اللي معاك، مين المدربين اللي معاك؟ كابتن مصطفى فضلون، كابتن حمد السيد، كابتن جيهان. بشكرهم اللي هم تعبوا معايا واجتهدوا معايا، وصلوني ما سابونيش. ليهم شكر برضه. انت كنت بتشيل كام وانت في النادي، ولما رحت المعسكر شلت كام؟ انا كنت اخر حاجة شلتها كانت ال97. 97. اه كانت اخر حاجة شلتها، ودخلت بيها بطولة اللي هي كاس العالم. اه اه. شلت كام بقى في كاس العالم؟ دي كانت لسه كانت بطولة الجمهورية بتهيألي. دي كانت بطولة الجمهورية. اه. كنت شايل فيها 97، بس كنت في ميزان تاني، في فئة تانية يعني. اه. طب انت لما رحت بقى دخلت كاس العالم البطوله مم. شلت كام؟ شلت 105. 105. اه. ما شاء الله. يعني زدت 6 كام؟ 7 10 8 كيلو. مم. 8 كيلو. فاتمرنت قد ايه بقى؟ مرنت 4 شهور و3 شهور طب ونص. انت عارف ان السنه الجايه هيكون في مصر هنا بطوله كاس عالم برضو رفع الاثقال؟ دي حاجة كويسة، حاجة جميلة جدا. اه. دي بقى تبقى يعني هتبقى في فرصه كمان انك انت تلعب في الناشئين برضو. اه. يعني السنه الجايه هيبقى في كاس عالم وفي بطوله عالم في البحرين. ايوه. يعني هتبقى دي هتبقى سنتين. فرصة السنه جميلة جدا. الجايه دي يعني لازم تتمرن جامد. اكيد. لانك كاس العالم هو هيعملوا بطوله عالم، هي المفروض كل 4 سنين بطوله العالم. ايوه. فعملوا بطوله عالم السنه دي في مصر، والسنه الجايه في البحرين، وبعد كده هتبقى كل 4 سنين. ففرصه يعني تكسب في بطولتين عالم ورا بعض. ايوه صح. فانت اكيد تتمرن بقى، واكيد كابتن رحاب عارف الموضوع ده، اكيد طبعا. وكل المجموعه بتاعت رفع الاثقال، لان شهر 9 أو 10 هيكون في كاس عالم في مصر، وبعديها في شهر 12 هيبقى في بطوله عالم في البحرين لرفع اثقال. فدي فرصه تتمرن. وبعدين ساعتها ده انت عندك، انت هتبقى في ثانويه عامه. اه. بس على فكره الثانويه العامه هتخلص في شهر 6. ثانويه عامه في شهر 6. اه. صح؟ مم. بكتير يعني. ايوه. فيبقى لسه عندك 7 و8 و9، يعني هتبقى برضو ايه. ايوه. بس
جيب بس الميداليه وخد أيوة. ال 25 درجه. كويس. ما هو اللي بياخد ذهب بياخد 25 درجه بطوله كويس. عالم. كويس جدا. لا بس مش تركز على ال 25 وبتجيبش مجموع ماشي. وتنسى الباقي. تمام. يقول لك كابتن ايهاب قال لك ما تذاكرش. انا عايز بقى ان شاء الله السنه الجايه في نفس الاسبوع ده اخر سنه استضيفك، وتكون بقى جبت تقدير يدخلك كليه قويه بإذن ومعاك برضو ميداليه او ميداليتين. بإذن الله إن شاء الله. لان دي ان شاء الله يكون انت عندك 18 سنه ساعتها، ويبقى لسه قدامك سنتين كمان عشان الناشئين. بص انت خلص شغل الناشئين كله، أيوه. جيب كل الميداليات أيوه. في كل الاوزان. اه. يعني انت في لعبت ميزان 59 في كاس العالم. لا. لعبت 54، ما كانش كاس عالم، كانت جمهورية برضه. طب وكاس العالم 54؟ ما كانتش كانت بطولة. لا انا بتكلم على بطولة العالم. العالم دي اه دي انا لعبتها 59. 59 وانا بتكلم على كده. اه. هتحافظ بقى على 59 ولا هتزود وزنك؟ لا، هحاول ان احافظ. تحافظ عليها. يعني ما شاء الله كده انت تركز وحددتك وتجيب لك 5 6 10 10 كيلو 15 كيلو باذن الله. وانا عارف ان انت اولا عندك مدربين، اذا كان في النادي كابتن رحاب اكيد هتدعمك بقوه وتمرنك اكيد. وبعدين بقى كابتن فضلون والمجموعه الكبيره دي في المنتخب، بسبوسه وكابتن محمد سيد وكابتن كابتن مصطفى فضلون وكابتن جيهان اكيد برضو هتدعمك، واكيد المعسكر هيفرق معاكم. طبعا. يعني المعسكر بيفرق معاكم، واكيد اللجنه البربيه مش هتتاخر لان المعسكر بيساعد الواحد في الالتزام اكتر. ده اللي انا يعني ايه حسيته او عشته في المعسكر. انت كنت اول مره تقعد في معسكر في حياتك؟ ايوه. يعني جيت من البيت على النادي على المعسكر على طول على بطوله العالم. ايوه. بتلاقي نفسك ان الرياضه يعني غيرت حياتك؟ اكيد غيرت حياتي للاحسن. ازاي بقى؟ الاول انا كنت بني ادم طبيعي، يعني مش حاسس ان يومي فيه حاجه جديده، مش حاسس ان فيه ايجابيه. دلوقتي بالرياضه حسيت ان انا لا انا حسيت ان انا بقيت مهم، بقيت في ايجابيه اكتر، في عزيمه اكتر، في رضا اكتر. زمايلك في المدرسه ايه اخبارك معاهم قبل وبعد؟ لا، في المدرسه هم اكيد طبعا بعد البطوله بقى عندي زمايل اكتر، تعرفت على ناس كتير اكتر. البطوله دي كانت سبب ان هي تعرفت على ناس كتير قوي، وخصوصا كان متزعل هوا. ايوه. يعني البطوله كنت اكيد بتكلم زمايلك، بس كنت عامل لهم جروب كده اتفرجوا أيوة. عليا انا أيوة. داخل ده انا كنت داخل على الماتش النهارده، الماتش بتاعي أيوة. كده. فاكيد دي واكيد في المنطقه بتاعتك. اه. خلاص بقى دلوقتي الكابتن رايح الكابتن جاي. فانت وبعدين اسمك خلاص اشتهر دلوقتي، الناس كتيره في المنطقه. فدي طب مين كان بيشجعك في الاول انك تلعب رياضه من البيت؟ اللي بيشجعني في الاول، لا هم كلهم كانوا بيشجعوني في الاول، لان انا اصلا كنت خجول جدا، ما بحبش اظهر نفسي لحد. ده قبل الرياضه؟ كنت خجول جدا. وانت لسه على فكره برضه يعني بس بقى في ثقه. ما كنتش بحب انزل من البيت، كنت حياتي كلها كانت في البيت. فضلوا يشجعوني اكتر ان انا انزل والعب رياضه ايا كانت نوع الرياضه، بس ان انا انزل واعرف ناس واتكلم مع ناس. ما كنتش عايز؟ انا ما كنتش عايز، كنت رافض تماما. كنت بتتحرج بقى انا عندي اعاقه وبتاع. وانت المخ الصغير بقى ايه. أيوة. دلوقتي بقت خلاص بقى انا معايا السلاح العكاز. أيوة. ده سلاحي دلوقتي. ايوه صح. يعني ساعات الاصابه دي بتبقى نعمه. اكيد طبعا الحمد لله. ولولا الاصابه، لولا انك دخلت في المنتخب، ولولا انك سافرت وهتسافر وتلف في العالم. طب تقول للناس بقى الخجولين اللي زيك او اللي كانوا يعني خجولين زيك كده بيتكسفوا وقاعدين في البيت وعندهم اصابه، يقول لك انا اقعد في البيت اشتغل على الكمبيوتر، فمحرجين عشان الاعاقه وماشي بالعكاز او ماشي على الكرسي، تقول لهم ايه؟ مفيش احراج، لازم تبتدي، لازم تشتغل. مفيش حاجه اسمها استسلام، كده يبقى انت بتستسلم. واحنا ما نعرفش تاريخنا، ما يعرفش حاجه اسمها استسلام. يعرف انك تجتهد وانك تشتغل نفسك اكتر عشان تعرف توصل للي انت عايزه. لو انت فضلت قاعد مكانك مفيش حاجه هتوصل.
فانت لازم، مفيش حاجة اسمها اعاقة. الاعاقة دي حاجة مش موجودة اصلا عندنا. طول ما انت عندك ارادة، طول ما انت عندك صبر وعزيمة ان انت عايز توصل للهدف بتاعك هتوصل له. بس انت ابتدي واشتغل على نفسك. كنت هتندم لو ما كنتش لعبت رياضة؟ اكيد. امم يعني دي طيب، الرياضة علاقتها ايه بالشخص نفسيا؟ بتأثر، يعني انا لو اتكلم شخصيا، اللي أثرت معايا نفسيا جامد. الأول أنا كنت زي ما أنا كنت بقول لحضرتك خجول، أو كنت مثلا منطوي. منطوي كده مع نفسي، ما بحبش أقعد مع حد، بحب أقعد مع نفسي. دلوقتي الرياضة دي أثرت عليا بالإيجابي جدا. ومن ناحية الرياضة عرفتني على ناس مكنتش أعرفهم. خلتني عندي الجرأة ان انا يكون عندي الاراده ان انا اعرف ناس واتكلم مع ناس وابتدي مع تتشرف ناس. انا مين، يعني تتشرف تقول لهم انا مين، اكيد. انا بطل. اكيد. الاول انا كنت قاعد اه. انا واحد بذاكر قاعد في البيت، ايوه. لكن دلوقتي تحب الناس يتعرفوا عليك عشان يعرفوا انت مين. ايوه. يعني لما تقول له، واكيد لما تقول لهم انا بطل عالم ومش اكيد دي عارف. حاجه واحد يفتخر بيها. مم. اكيد. الحمد لله يعني. يعني دي يعني انا حاسس إن طبعا باين عليك كده هدوءك، لكن دلوقتي خلاص اعتقد الرياضة غيرت شوية. اكيد. طيب في البيت بقى مين اللي بيدفعك انك تقعد تروح النادي؟ في البيت كلهم. دلوقتي كلهم. بقت كلهم؟ كلهم. اه. هو. طب هم دلوقتي شايفينك صح؟ اكيد طب طبعا. تقول لهم ايه بقى واخواتك، وسلم على اخواتك وعلى اهلك انا بشكر اخواتي وبشكر امي. ربنا يديك لها طول اخواتك اسمهم العمر. ايه بقى؟ محمد واحمد ويوسف. دول اكبر ولا صغيرين؟ يوسف اصغر مني، محمد واحمد اكبر مني. حد بيلعب رياضة؟ لا. طب ما تقول لهم العبوا رياضة. العبوا الرياضة لأن الرياضة جميلة جدا. يعني هم اللي بيشجعوك عشان تلعب رياضة؟ أيوه. خلاص بقيت انت الاشهر اه. دلوقتي، انت اشهر منهم دلوقتي. اه. اه قول لهم لا العبوا رياضة بقى. أكيد طبعا بقول لك ايه، الرياضة جيب دي لهم واسطة. أكيد طبعا. انت امضى منك دلوقتي، انت أيوه. خلاص تلاقي المحافظ يعرفك والنادي خلاص. اه. انت المحافظ كرمك في بورسعيد ولا لسه؟ لسه، هو لسه في شوية أشغال هم هيخلصوها، ولو على التكريم أو اللي هو يعني يستضيفنا أو كده، هو يعني إيه، بيشوف في مواضيع وبيخلص حاجات وبعد كده بيبتدي إن هو يرتب بقى طب لما الموضوع. هتروح التمرين، لما تروح بقى تقابل المحافظ، مم. مين من اخواتك هتاخده معاك؟ أنا هاخدهم كلهم. تاخدهم ولا تقول لهم انا هروح لوحدي؟ لا، ما ينفعش. ازاي؟ اه. ازاي؟ لا. فهو المحافظ يعني ده ممكن تطلب ايه لما تقابله؟ ما فيش، هو انا بس كنت اللي انا عايز اقابله بس. اه. المهم ما دام فيه اهتمام من المحافظ للمعاقين، هي دي اهم طلب. اكيد طبعا. ي- يعني يعني دي حاجه كويسه، ان المحافظ يكون موجود وبيدعمك نفسيا حتى، هتبقى انت مستريح. اكيد. وبعدين كمان ايه، يشجعك ان الفتره الجايه تدي اكتر. اه. طيب في ناس كتيره دلوقتي بيشوفوك ومن ذوي الاعاقه وكانوا قاعدين في بيتهم ما بيخرجوش، مش عايزين نفس حالتك في الاول يعني. ايوه. تقول لهم تعالوا فين وروحوا فين لو ساكنين في بورسعيد؟ لو ساكنين في بورسعيد طبعا هدلهم على النادي بتاعنا، القلعة نادي ايه الرياضية. بقى؟ نادي الحرية. نادي الحريه. رياضي، ما هو اكيد. هيتغيروا خالص. اكيد. 360 درجة. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 17. 17. وانت بتتمرن وانت عندك كام سنه؟ مرة انا عندي 15 سنة. يعني انت كنت بدرت شويه، كنت فرقت اكتر، بس الحمد لله كده. الحمد لله، نصيب. يعني هو نصيب، ويعني دي حاجه جميله، وان انت متواجد والعالم كله بيتفرج عليك طبعا وانت هنا مشرفنا في اخر اسبوع او اخر حلقه من البرنامج في سنه 2025. طيب تتمنى ايه السنه الجايه؟ اتمنى ان انا ان شاء الله ربنا يعيني ويوفقني اول حاجة في دراستي. تاني حاجة ان ربنا يوفقني في رياضتي واوصل لحاجات اكتر.
ودي طبعا اخر امنيه طبعا احنا هنختم بيها الحلقه، واخر حلقه في سنه 2025، وربنا ان شاء الله يحققها لك، ونقابلك ان شاء الله السنه الجايه في نفس الاسبوع، اخر اسبوع برضو، وتكون برضو معاك ميداليتين برضو ان شاء ان الله، شاء الله. لان هيكون البطوله في شهر 12. ايوه فهتكون على ما رجعت هتبقى اخر اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. وافتكر الموقف ده، الميداليتين دول عايزينهم أربعة، 2 في كأس العالم و2 في بطولة العالم. باذن الله. إن شاء الله. شرفتنا كابتن عبد الرحمن معتز، بطل العالم في رفع الأثقال بالنسبة للناشئين. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونشوفكم على خير الأسبوع القادم في العام القادم 2026 مع نجم آخر من نجوم أبطال التحدي.